بالرغم ان اخر 5 لقاءات في الدوري قدر ارسنال يطلع بنتيجه ايجابيه وبلا هزيمه قدام السيتي جوارديولا، لكن الميجا مايند في المباراه دي بالذات بالنسبه له مباراه تختلف عن كل اللي فات. تعالوا نشوف ليه ونشوف الاسبوع ال 33. يلا بينا. اول مباراه في سهره يوم السبت ان شاء الله بكره هيلتقي مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، والبلوز تشيلسي في وسط البلاوي اللي هم فيها والمشاكل والخسارات اللي ورا بعض ونزيف النقاط، وبقوا بعيد جدا حتى عن ليفربول ب 48 نقطه. ليفربول سبقهم وبقى ب 52 نقطه وفي المركز الخامس، الا ان كاريك برضو عنده مشكله كبيره وخساره في المباراه اللي فاتت وطرد كمان هيأثر عليه جدا جدا في المباراه دي. تشيلسي يعني بالنسبه له بيفتقد انزو فرنانديز، وحاجه غريبه جدا زي ما انتقدنا الاهلي لما وقفوا امام عاشور وكان من اهم اللعيبه اللي عنده، واتفق كل النجوم الكبيره ان خصم الاموال هو اللي بيفرق، لكن لعيب مهم زي ده واي لعيب بيكون العمود الفقري في الفرقه صعب جدا انك تقعده تأديبيا، ده كفايه الاصابات. فبالشكل ده برضو انزو فرنانديز بيكرر نفس الغلطه تشيلسي، وتشيلسي يعني تحس ان هو بره منظومه الدوري الانجليزي، بيعمل كل المصايب، بيعمل كل الاخطاء، مشوا مدرب بلا اي داعي. طبعا كلام فاضي ومشكله كبيره ظاهره في نص الملعب، ولما بينزل كول بالمر ما بيلاقيش حد يسانده، وكان بيقوم بمهام كبيره جدا في نص الملعب سواء دفاعيه او هجوميه. تشيلسي معروف جدا ومفيش اي جديد فيه نتيجه للاصابات. مالو جوستو من الناحيه الثانيه كوكوريا، المفروض هاتو وفوفانا، ووراهم الحارس سانشيز. في نص الملعب هيكون في كايسيدو وسانتوس، قدامهم كول بالمر، وقدام خالص الفيرود الوحيد جواو بيدرو، وغالبا هيكون استيفاو. هنشوف بالنسبه لليونايتد مشكله المساكين عنده، السنتر باكس الاثنين مش موجودين، هاري ماجواير مطرود وجنبه مارتينيز مطرود وديليخت مصاب، مشكله كبيره وهيضطر يلاعب ايفن. ورغم ان ايفن شاب صغير قدم مستويات ممتازه، لكن الدور النهارده كبير جدا. لو تشيلسي فايق وعلى ارضه والجماهير والصخب والمشاكل الكبيره واحتياجه ل3 نقاط مهم جدا في المباراه دي، ممكن يعمل مشكله واهتزاز لدفاعات اليونايتد. عشان كده محتاجين يقظه النجم الكبير الباك ليفت اللي ممكن بيأدي كل الادوار الدفاعيه والهجوميه، وهو لوك شو اللي مقدم موسم خيالي. المباراه دي مهم جدا بالنسبه لكاريك ان يكون رجع ماينو لازم يرجع في المباراه دي ويلعب جنب كازيميرو اللي بيلاقي نفسه جنب الانجليزي الصغير اكتر بكتير من الناعم اوجارتي، تحس انه بيلعب بالشوكه والسكينه، وده مش مطلوب ابدا في الدوري الانجليزي. وممكن لو ما فاقش ما يلاقيش اي نادي يلعب ليه في البريمير ليج. عامه قدام انا افضل انه يبتدي بشيكشكو المهاجم الصريح اللي عنده قوة وسرعة وتعامل هايل في الكرات العرضية واستلام تحت ضغط ممتاز. أنا أعتقد إن هو يكون الخيار الأفضل بالنسبة لمايكل كاريك. هنشوف هيلعبه ولا هيلاعب كونيا، والمهاجم الوهمي يكون مبويمو الكاميروني وتحته ديالو من ناحية اليمين، يبقى كده هيلعب غالبا برونو فرنانديز. انا من وجهة نظري شيشكو. مشاكل دفاعات البلوز واضحة جدا، وشيشكو ممكن يستغلها ويكون كارت اما ديالو في الاحتياط ويلعب مبويمو وكونيا في الاطراف. غالبا المباراة هتكون متكافئة. هيحاول ليام ريزينيور اللي ضيع تشيلسي حرفيا انه يظهر بشكل كويس في المباراة دي بالذات. يلا نشوف باقي اللقاءات، يلا بينا. بعد الخروج المتوقع جدا وبلا اي اهداف، أرن سلوت مع موعد على مباراة مهمة جدا في ديربي الميرسيسايد، ويعني لا تأتي المصايب فرادى ورا بعض كده مشاكل. والماتش ده ماتش صعب جدا لان ايفرتون حاليا مع ديفيد مويس اصبح في منتهى التماسك، ومع الوقت بقى الهجوم والدفاع اقوياء. في الاول لو تفتكر اول ما مسك ديفيد مويس كان محسن الدفاعات والهجوم مش قوي، لكن حاليا الهجوم بيحرز اهداف رغم اصابه جاك جريليش اللي كان بيعتمد عليه اعتماد كبير جدا. قدر انه يلاقي البديل ويلعب بنداي ويؤدي اداء هايل السنغالي، والفرقه فعلا بقت خصم جيد ولا يستهان به. وفي نفس الوقت إصابة الفرنسي الطويلة أوجو إيكيتيكي نتمنى له السلامة، هيقعد مش أقل من 10 شهور وتر إيكيلس، يعني إصابة صعبة جدا. وفي أول المباراة
وشفنا لما نزل مو صلاح مكانه فرق جدا وصنع هجمة واثنين وثلاثة، وكان فعلا علامة فارقة. أنا ما زلت مصمم مع بعض الناس اللي واخدة بالها إن محمد صلاح قادر إنه يصنع مازال فرص كتيرة جدا جدا. لما طلع محمد صلاح الموسم اللي فات يشكر في أرن سلوت، قال إنه سايب لي الحرية إن أنا أكون قدام الجون وأقدر أعمل اللي أنا بعمله، لكن الموسم ده بالعكس ده طالب منه يلعب في 4-4-2 ويرجع ورا مع الباك. ورغم ان محمد صلاح بيأديها لكن مازال الانتقادات طايله، رغم انه بعيد عن المرمى وما بيلاقيش ارنولد اللي عمل مباراه روعه قدام بايرن ميونخ. ارنولد والباصات الطويله لا عالمي عالمي، ويعني خساره كبيره جدا. وفريمبونج انا سمعت كتير الاعرج اللاكتع، لكن هو عامه لعيب كويس، لكن ما ينفعش نقارنه ابدا بارنولد الحريف. حريف باصات، حريف ثرو باسز الطويل، اللونج باسز بتاعته هايله. لا لعيب وضربات حره وكل شيء. فبالتالي هي خساره كبيره جدا. حتى برادلي اللي كان بيلعب بدماغه، وتحس ان الحته دي غايبه شويه عن فريمبونج، بيلعب برجليه فقط، يعني التفكير قليل، الابداع قليل، كانت عند برادلي الحته دي. لكن اصابته الاصابه الطويله راخر، ربنا يعافينا ويشفي كل المصابين. ومحمد صلاح في المباراه دي لازم يبتدي وما يقعدوش تاني زي ما عمل قدام باريس سان جيرمان. محمد صلاح صنع 3-4 اهداف محققه لمهاجمي الريدز وتسابقوا في ان هم يضيعوها. مازال ايزاك مش حاضر وراجع من اصابه، اعتقد انه لازم يبتدي بيه المباراه دي ويلاعب كمان خاجبو ومحمد صلاح، الا لو فكر انه يقعده تاني على اساس ان هو خلاص كده ماشي ومحتاج ان انا الاعب فيرتس وسوبوسلاي، محتاج الهارموني، محتاج اللعيبه اللي انا اشتريتها. هنشوف فكر ارن سلوت ايه قدام المباراه دي. المباراه دي صعبه جدا، هيخلي باله من باري ومن نداي، وفي نفس الوقت الدفاعات تاركوفسكي والقوه والحاجات اللي بيعملها جارنر ناحيه الشمال. نص الملعب متماسك جدا. عامه الماتش ده فعلا ديربي وفعلا صعب جدا، واتوقع انه يكون مثير جدا كعادة المباريات دي كلها بتبقى ضرب نار. ومشكلة أرن سلوت ان المباراة دي على ارض ايفرتون. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. مباراة مثيرة جدا، ويلا بينا نروح ليوم الحد والمباراة المرتقبة. يلا بينا. ماتش الحسم يا ارتيتا، وعلى رأي حفيظ دراجي يا ارتيتا يعني ضيع مباريات غريبة جدا ونقاط غريبة جدا، لكن كان في نفس الوقت ده جوارديولا بيضيع نقط سهلة راخر وبيألف وبيعمل حاجات غريبة. حاليا جوارديولا وصل لفورمة عالية جدا بالفريق، قدر ان هو يسد الثغرات خاصة بعد عودة رودري، ولما لاعب خوسانوف اساسي واصبح الفرق كبير جدا. شوف فاكرين لما كان ستونز موجود كان اي حد هوب يلا جون. وكمان اكي بدأ يتلاشى دوره مع كبر السن. تواجد آيات نوري صحيح مش كتير لكن مهم جدا، واعتقد ان هو مفروض يكون ورقة مهمة في المباراة دي. لكن جوارديولا هيلاعب نونيز وخوسانوف وجاي واورايلي اللي كان بيقول فيه شكوك لمشاركته، لكن الميجا مايند صرح وقال ان اورايلي جاهز للمباراه دي وهيكون موجود. رودري وبرناردو سيلفا مفيش غنى عن برناردو سيلفا، رغم انه قال انا ماشي زي صلاح اهو، لكن مازال بيلعب كل المباريات اساسي، واعتقد تواجده هيكون مهم لانه ساعات بيرجع وبيحاول يأدي الدور اللي بيعمله رودري ويكمل معاه في نص الملعب. زمان كان بيبقى نص الملعب فاضي خالص ورودري لوحده. انا كان من وجهة نظري ان رايجرز المفروض ياخد الفرصة وهو اللي يملى المكان ده، لكن جوارديولا قال لك انا برناردو سيلفا ده عامل لي سحر وانا لازم هلاعبه. قدام سيمينيو على ناحية اليمين، ناحية الشمال دوكو، ويتلاشى دور مرموش وينتظر لو هالاند في اصابة او شيء. وتشيركي هو المهم والورقة الرابحة. وانا اتكلمت قبل مباراة البلوز وقلت هو ده اللي هيكون مفتاح اللعب، وقبل كده برضه في مباريات اخرى، وهو بالفعل اللي بيصنع الفارق. سيبك من المهارات وانه بيعدي والكلام ده، اللمسات اللي بيعملها وتحركاته بين الخطوط والثرو باسز اللي بيعملها الخطيرة جدا بتخلي تشيركي واحد من افضل اللعيبة اللي موجودين، عنده الكواليتي العالية قوي في البريمير ليج. وبالشكل ده هيكون عليه العبء كله انه يحاول يخترق ما بين نص الملعب الاثنين الجامدين جدا في ارسنال، رايس وسوبي مندي. قدام طبعا هالاند، ومش محتاجين نتكلم عن سفاح الشباك، لو جات له كور مظبوطه غالبا 90% هيحطها جون. لو بصينا ناحيه ارتيتا وبعد النفسيه المزعزعه، حاول ان هو يفرح المباراه اللي فاتت لما كسب لشبونه وتاهل لنص النهائي في اقوى بطوله في العالم، تشامبيونز ليج، دوري ابطال اوروبا، لكن كان شكله هزيل جدا. ولشبونه قدر ان هو يهاجم طول المباراه، وتخيل مين مان اوف ذا ماتش؟
سوبيميندي نتيجه للتاكلينج والحاجات اللي كان بيعملها دفاعيه قدام لشبونه. الكلام ده طبعا ما ينفعش خالص قدام السيتي. هتسيب له الكوره وتنام ورا ويلتحم خطوطك، هيكسب. قدامك فرصه كبيره رغم الغيابات المؤثرة جدا جدا على أرسنال. في أخبار إن ساكا مازال مش قادر يتعافى، مادويكي الإصابة اللي حصلت له في المباراة اللي فاتت قدام لشبونة مأثرة عليه ومش هيكون متواجد. مارتن أوديجار مازال مش قادر إن هو يكون موجود بالشكل ده، ما قداموش غير إيزا في نص الملعب، وقدامه جوي كريس مارتينيلي السريع اللي عليه دور مهم جدا، اللي كان سبب في التعادل في الدور الأول لو تفتكروا، حط الكرة من فوق دوناروما. ومن ناحية الشمال النجم البلجيكي تروسار مفيش غنى عنه، ويؤدي مارتينيلي ناحية ساكا ناحية اليمين اللي مش مفضلة بالنسبة له، يستغل الثغرات اللي بيسيبها نونيز وضعف الامكانيات الدفاعيه عنده. خوسانوف هو اللي المفروض هيغطي على المكان ده لما نونيز يتقدم، ومن الناحيه الثانيه اورايلي لما بيتقدم بيكون في رودري بيميل ناحيته، او حتى مارك جاي اللي مقدم مباريات ممتازه وجه في ميعاده، صفقه في ميعادها بالنسبه للميجا مايند. كلنا متابعين طبعا بالنسبه للجدول اللي قدامك دلوقتي، ارسنال 70 نقطه، السيتي 64 نقطه، يعني المباراه ديت هتبقى ب 67 نقطه لو قدر السيتي ان هو يخلص المباراه على ارضه وبين جمهوره مع الميجا مايند. والارسنال مع ارتيتا لازم ياخدوا بالهم قوي ان المباراه دي هينزلوا فيها وحوش اول تلت ساعه. هيحاول ان هو بقدر الامكان ان هو يحط جون، عنده التسديدات البعيده من رودري، حاول انك تملى قدام نص ملعبك وما تسيبوش يسدد، لان ممكن برناردو سيلفا او حتى رودري هيكون عندهم تعليمات بالتسديد من خارج المنطقه. سيمينيو عليه دور كبير قوي هو وتشيركي ان هم يصنعوا لعب، ودوكو مش محتاجين نتكلم عن الفهد الاسمراني والاداء العالمي اللي بيعمله غالبا لما بيكون في الفورمه ومش مقفول عليه. الناحيه اليمين اللي المفروض يلعب فيها تيمبر وفي شكوك على مشاركته هيكون فيها غالبا موسكيرا. لو اتكلمنا عن تشكيل ارسنال المتوقع هيكون رايا وقدامه ساليبا وجابرييل ماجالايس، لا مساس بالاثنين دول واقوى دفاعات الدوري. ناحيه الشمال بييرو إنكابيه بيقدم مباريات رائعه ومستوى ثابت، وبالفعل اثبت ان هو صفقه في الجون يا ارتيتا، برافو عليك، يعني سكاوتنج عالي جدا. في نص الملعب طبعا سوبيميندي ورايس اللي بيتبادلوا الادوار 6 و8، الراجل ارتكاز ومعاه الثاني بيكمل بوكس تو بوكس، غالبا بيبقى رايس. تروسار البلجيكي نتيجه لان مفيش اي بدايل، ومارتينيلي. المفروض ان ارسنال يلعب الكره السهله ولمسه ولعبه وما يحاولش ان هو خطوطه تلتحم زي ما اتفقنا، الهجوم ثم الهجوم، يبتدي من بدري زون ديفنس، بلاش يأخر لتلت الملعب الأخير، ده هيدي فرصة كبيرة للتسديدات من خارج المنطقة، وممكن يحصل تشيركي على فاولات خطيرة على حدود المنطقة. والسيتي مع ميجا مايند عنده اللي يقدر يستغل مثل هذه الفرص. اللي بيسألني ويقول لي السيتي لو كسب نقدر نقول ان هو خد الدوري، هقول لك برضه لا. واللي متوقع ان ارسنال لو طلع بتعادل او فوز يبقى خد الدوري، اقول له برضه لا. يعني احنا لسه بدري جدا، 5 لقاءات تانية يعني 15 نقطة، ولو ضيع منهم ماتشين بس كده يبقى كافي جدا للسيتي ان هو يقول مبروك على نفسه الدوري. والعكس صحيح لو السيتي ضيع نقاط. لو احنا بصينا على مباريات الفريقين معانا هنلاقي ان اللقاءات كلها صعبة، خاصة مباراة ايفرتون، وكمان قدام اوناي ايمري هيكون عنده ماتش صعب مع الفيلنز. حتى النحل برينتفورد مباراة ما نقدرش ان احنا نقول سهلة وفي جيب جوارديولا. ومباراته قدام حبات الكريز إراولا اللي اعلن ان هو مش هيكون موجود، ده طبعا ماشي مع توقعي من اول الموسم ان ده هيكون اخر موسم ليه في الفريق، وانا كنت متوقع انه يمشي حتى قبل سيمينيو ما يمشي من الفريق. اما ارسنال زي ما احنا شايفين عنده الماك بايس نيوكاسل وماتش صعب برضه، وعنده كريستال بالاس مع كلاسنر، يعني فرقه بتعمل كل حاجه حلوه في الكوره وكسبانه فيورنتينا يا جماعه في دوري المؤتمر الاوروبي. هنشوف بالنسبه للماتشات دي الفرقتين عندهم ماتشات صعبه، حتى ماتش ويست هام ما تقدرش تقول انه سهل بالنسبه للارسنال مع النجم نونو سانتو، واحتياجه لل3 نقط مهم جدا في سباق البقاء. وطبعا ماركو سيلفا برضو ديربي لندني اخر اللي غاوي يضيع نقط من الفرق الكبيرة ومنهم أرسنال. هنشوف يعني الدنيا مش واضحة لسه بدري يا جماعة، ولازم نشوف مباراة، وكل مباريات اللي جاية هتبقى مباراة كأس
اي تواني او اي تهاون من ارتيتا. المقاول المهندس جوارديولا هو اللي ياخد السبق. عامة أنا من الموسم اللي فات كنت بقول لكم وحشني كلوب، وفعلا كرة كلوب كانت فارقة جدا وأثرت في الدوري، وفعلا متعة لا تنتهي مع النورمال وان الألماني المفتقد بصراحة في البريمير ليج. وإن شاء الله كلنا نستمتع بسهرة كروية جميلة بين جوارديولا وأرتيتا أيا كانت النتيجة. أنا حابب قبل ما أخلص أشكركم على دعمكم والرسائل اللي بتوصل لي، وبتمنى ان انتوا تشاركوني برأيكم اكتر واكتر. واللي ما اشتركش في القناة يشترك مادام وصل معايا لاخر الفيديو. اتمنى اكون افدتكم. اشترك لان التحليل في ملعوبة بودكاست غير، معايا انا محمد القاضي البريمير ليج غير. اشوفكم على خير. سلام.